اللي ما يتسموش امبارح احتلوا رفح بتاعت اخواتنا بالكامل، وبدأوا الخطة التانية في مشروع التهجير. ركز معايا في الفيديو ده عشان هوضح لك كام حاجة مهمين جدا. اللي ما يتسموش امبارح دخلوا رفح بتاعت اخواتنا وسيطروا عليها بالكامل، وبدأوا فعليا في المرحلة التانية من مشروع التهجير بعد ما خلوا السكان يهربوا منها بسبب قصف بشع ومرعب عمره ما حصل بالطريقة دي من بداية الخناقة. ودلوقتي الفرقة 36 المدرعة بتاعت اللي ما يتسموش، واللي بالمناسبة هي أكبر فرقة في الجيش بتاعهم، موجودة هناك ومسيطرة على المدينة بالكامل ومنتشرة فيها. ودي أول مرة يدخلوا فيها جنوب القطاع بالمناسبة، يعني المرة دي اللي بيحصل فيها غير أي مرة فاتت. وده معناه إن الحدود الشرقية مع مصر بقت دلوقتي كلها تحت سيطرة اللي ما يتسموش، يعني بقوا على الحدود مباشرة ومفيش أي منطقة فيها فاصل بيننا وبينهم. وده معناه إن حدودنا معاهم بقت مفتوحة على البحري، وبقى عندنا على الباب من غير لا فاصل ولا حاجز. وفي خطة صهيونية جاهزة مستنيين بس تعزيزات مدرعة عشان يوسعوا الطريق للناس اللي هيطردوا يتشردوا ويطردوا على سينا. طب وغزة إيه اللي بيحصل فيها دلوقتي؟ اللي ما يتسموش حصروا إخواتنا في منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة اللي موجودة جنب ساحل البحر، وقطعوا عنهم الأكل والشرب وأبسط حاجات الحياة. بيضربوا خيامهم كل يوم، وشكلهم كده ناويين ينقلوا الناس ناحية الحدود مع مصر، ومش عايزين حد يفضل في رفح اللي سيطروا عليها خلاص. لحد هنا تمام. اسمع الجنون بقى. أمريكا خلال الأيام اللي فاتت بدأت تحاصر الشرق الأوسط كلها بجيشها، حاملات طيارات، طيارات شبحية، قواعد في قطر، وقاعدة ديجو جارسيا اللي في المحيط الهندي، وفي حوالي أكتر من 4000 جندي جاهزين هناك، ومعاهم 7 طيارات بي 2 الشبحية، و3 حاملات طيارات ضخمة في البحر الأحمر والمتوسط، وبيستعدوا يزودوا العدد بعشرات الآلاف كمان. وده كله السبب الحقيقي ليه هو إنه جاي لدعم اللي ما يتسموش عسكريا في مشروعهم اللي هيتنفذ دلوقتي. رغم إن السبب المعلن اللي بيقولوه للصحافة هو التحرك ضد برنامج إيران النووي، بس هم جاهزين لأي تحرك مننا، وجاهزين كمان يضربوا إيران ضربة عمرها ما حصلت من أيام الحرب العالمية التانية. بس بقى لو ده حصل، إيران مش هتسكت وهترد وهتضرب قواعدهم اللي في الخليج. التهجير مش لسه هيبدأ، التهجير بدأ خلاص، وبيشتغلوا عشان ينفذوه دلوقتي. وعلى سبيل المثال اللي ما يتسموش دخلوا كمان سوريا وبدأ يضربوا في بعض البلدان فيها. الحرب الأخيرة مش لسه هتبدأ، هي بدأت خلاص وشغالة دلوقتي، ومصر قارية دماغهم كويس جدا، وكل السيناريوهات المحتملة والمتوقعة القيادة درسها كويس جدا. والحمد لله احنا ما عندناش جيش فيه 30 مليون عسكري، احنا عندنا شعب كامل فيه 150 مليون عسكري جاهزين يفدوا البلد دي بدمهم عشان تراب الوطن. ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها.